بعد شنقرحة، منظمات غير حكومية جزائرية تتهم الماك ورشاد بالتواطؤ مع المغرب. بعد الاتهامات التي وجهها الجنرال سعيد شنقرحة يوم السبت ضد المنظمات التخريبية، جاء الدور على الجمعيات الجزائرية لتوجيه أصابع الاتهام إلى حركتي الماك ورشاد بالتواطؤ مع المملكة المغربية. بعد غياب طويل عن المشهد السياسي المغاربي، كشفت جمعيات جزائرية عن مزاعم بوجود صلات بين المغرب وحركتي الماك ورشاد، حسب ما نقلته صحيفة الشرور أونلاين عن بيان موقع من طرف مجموعة من الجمعيات، حيث جاء فيه: نحن جزء من الحركة الجمعوية في البلاد، الغاضبين من ممارسات حركتي الماك ورشاد المصنفتين إرهابيتين من قبل الدولة، ندين خضوع هاتين المنظمتين لنظام المخزن المغربي والمصالح الخاصة للكيان الصهيوني اللذين يريدان ضرب استقرار الجزائر وتركيعها. وتحدث البيان عن تلقي هاتين الحركتين أموالا معتبرة من المخابرات المغربية والصهيونية، ليس من أجل خدمة الشعب الجزائري، وإنما من أجل نشر الكراهية والحقد بين الجزائريين ودفعهم إلى التقاتل فيما بينهم، وذلك انطلاقا من شبكات التواصل الاجتماعي التي تحولت إلى أداة لشن حرب إلكترونية قوامها نشر الحقد والكراهية والإشاعات الكاذبة والأفكار الإرهابية. وأكدت الجمعيات على وحدة الشعب الجزائري وتشبثه بوحدته الوطنية، وأهابت به أن يكون في مستوى التحدي الذي يواجه البلاد، وكذا المواصلة على هذا الدرب لمواجهة كل الممارسات الدنيئة التي تستهدف الجزائر ووحدتها وانسجامها الاجتماعي، حسب المصدر ذاته. ولم يكن إصدار هذا البيان الذي تم توقيعه بشكل خاص من قبل الجمعيات الناشطة في منطقة القبائل صدفة، إذ يأتي في أعقاب الخطاب الذي ألقاه قائد الجيش الجزائري الجنرال سعيد شنقرحة يوم السبت 8 أبريل خلال زيارته التفتيشية لمقر قيادة الدرك الجزائري. وبهذه المناسبة وبدون ذكر المغرب بالاسم، وجه لائحة اتهام ضد المنظمات التخريبية التي تعمل على استغلال وسائل تكنولوجيا متطورة لأغراض التجسس والتخريب، وتستهدف محاولة خلق حالات انسداد وفوضى في الجزائر. ورحب شنقرحة بالنتائج المشجعة في مجال محاربة الجريمة الإلكترونية، وذلك من منطلق أن الفضاء السيبراني قد أصبح مسرحا للجريمة المنظمة والهجمات ضد المواقع الحكومية. وبات اتهام حركتي الماك ورشاد بأنهما يخدمان مصالح المغرب عرفا سياسيا في الجزائر. ففي مارس 2022 أشارت مجلة الجيش إلى الصلة بين المخزن والمنظمتين الإرهابيتين رشاد وماك، واصفة أعضاءها بالخونة والمرتزقة الذين باعوا شرفهم ووطنهم مقابل الدرهم. وتم رفض هذه المزاعم من قبل الحركتين. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد دحضت في تقريرها عن الإرهاب لعام 2021 تصنيف السلطات الجزائرية لمنظمة الماك ورشاد على قائمة المنظمات الإرهابية، وقالت إن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أن الدافع وراء هذه التصنيفات هو اعتبارات سياسية أكثر ما هي أمنية، حيث تتعرض الحركتان لانتقادات شديدة من طرف الحكومة، ولا يبدو أنهما ارتكبا ما تصنفه الولايات المتحدة الأمريكية على أنه أعمال إرهابية.